لما إنسان بيشعر بالبرد بيشعل نار علشان تدفيه بحرارتها، لكن لو قرب منها كتير هتأذيه حرارتها، ولو بعد عنها كتير هيشعر مرة تانية بألم البرد اللي كان بيعاني منه. يبقى إذن هو محتاج لمسافة ذكية وآمنة بينه وبين النار علشان يستفيد منها وما تأذيهوش. وبنفس المنطق ده حفظ المسافة في العلاقات الإنسانية زي بالظبط حفظ المسافة بين السيارات أثناء السير. المسافة دي بتكون ضرورية للحفاظ من الصدمات المهلكة. ابتعد عنهم قليلا فبالمسافة تتضح الصورة. الابتعاد عن بعض العلاقات يمكن أن يكون مفيدا لفهم حقيقتها وتأثيرها على حياتنا الخاصة. بعض العلاقات تصح بالمسافة، وبعض العلاقات لما تقترب منك قد تصل لحد الاختناق وتنسيك صفاتك الحقيقية وتفرض عليك صبغة معينة قد لا تناسب روحك ولا شخصيتك. المسافة في العلاقات ليست دائما سلبية، بل بالعكس ممكن تكون وسيلة للحفاظ على التوازن والحرية الشخصية. لا تقترب كثيرا فتلغي اللهفة، ولا تبتعد كثيرا فتنسى. الكلام ده مش قانون لكل العلاقات، لكن ينفع مع علاقات كتير أوي تمر بحياتنا. أشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. سلام.